مضاعف انك ازاي تحافظ على هدوءك وتركيزك واعصابك في ظل استهداف مباشر ليهم من خلال الضغط على الجبهة الداخلية. وعلشان كلنا نفهم، الفترة الجاية الضغوط هتزيد على الجبهة الداخلية والاستفزاز هيبقى مضاعف. لازم كلنا نفهم ده علشان احنا كمان علينا دور في الحفاظ على اعصابنا وهدوءنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم. أتمنى تكونوا بخير وبصحة وسعادة. معكم إسلام صقر. فيديو النهاردة بعنوان إيه أهم حاجة لازم تحصل دلوقتي. السيدات والسادة المشاهدين، تابعوني لنهاية الفيديو عشان نعرف أصل الحكاية. فاصل ونواصل. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا فندم. الله أكبر. الله. إيه أهم حاجة لازم تحصل دلوقتي لو أنت بتفكر كشخص معادي لمصر؟ الإجابة: انفلات أعصاب القيادة تحت ضغوط من الجبهة الداخلية وتشتتها وتورطها في سلسلة من القرارات الخاطئة، والنتيجة خروج الأمور عن السيطرة داخليا وإضعاف المؤسسات اللي واقفة قدام مخططات الشر في المنطقة، وأبرزها مخطط التهجير. يبقى المطلوب هو إنك تخرج عن أعصابك، فلازم تركز بشكل مضاعف انك ازاي تحافظ على هدوءك وتركيزك واعصابك في ظل استهداف مباشر ليهم من خلال الضغط على الجبهة الداخلية. وعلشان كلنا نفهم، الفترة الجاية الضغوط هتزيد على الجبهة الداخلية والاستفزاز هيبقى مضاعف. لازم كلنا نفهم ده علشان احنا كمان علينا دور في الحفاظ على اعصابنا وهدوءنا، وترك مساحة التصرف للقيادة اللي هتتحرك فورا بمجرد وجود تهديد للامن القومي المصري. تمام؟ مع العلم ان اثناء ما حضرتك بتشاهد الفيديو ده، الجيش المصري جاهز حالا لتلقي اي تكليف لمهام هدفها حماية الامن القومي. وهقول لك معلومة مهمة: الهدوء فريضة في زمن الحرب. وفي النهاية اتمنى اكون قدرت اوصل الرسالة لحضراتكم. اللهم احفظ مصر وشعبها العظيم من كل سوء. اللهم احفظ جيش مصر وشرطتها. اللهم ارحم شهداء الوطن. عاشت الامة العربية وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.